كل تعليم بيتقدم لك بيبقى غرضه ان انت تتعلم. عمرك فكرت ليه البروكر مهتم يعلمك؟ طب هو بيكسب من تعليمك ولا من غلطك؟ تفتح موقع بتاع اي شركه تداول تلاقي كورسات وندوات وكتب تعليميه، فانت تنبهر وتقول واو الشركه دي عايزه تعلمني وتطورني. لكن الحقيقه هي مش عايزاك تنجح، هي عايزاك تشتغل اكتر. البروكر مش بيقدم لك العلم علشان تكسب، هو بيقدم لك ادوات تخليك دايما فاتح صفقات، وبيعلمك مؤشرات متاخره تدخل بيها السوق بعد ما يكون السوق اتحرك، ويديلك تحاليل شكلها منطقيه لكن يسيبك تايه وسط التنفيذ. بيشرح لك الدخول لكن ما بيعلمكش امتى تهرب من الصفقه. طب كل ده ليه يا صديقي؟ لانك كل ما بتفتح صفقه حتى لو خسرت هو بيبقى كسبان العموله. هو مش بيعلمك ان انت تبقى محترف تداول، هو بيدربك ان انت تبقى نشيط على المنصه. وطبعا ده كله لان نشاطك يساوي ربحه مش نجاحك. فالحل يا صديقي انك قبل ما تتعلم تسال نفسك سؤال واحد: اللي بيعلمني ده هو مستفاد من نجاحي ولا مستفاد من نشاطي؟ خد المعلومه بس افهم نيتها، لان دايما المشكله مش بيبقى في اللي بيعلمك، المشكله فيك انت ان انت بتتعلم وتنفذ من غير ما تفكر. في الجانب المظلم للتداول كل شيء ليه هدف، واحيانا بيكون التعليم هو الفخ. وخليك فاكر كويس ان اللي ما بقدرش اقوله هنا هقوله في قناتي على التليجرام، وهتلاقيني سايب لك لينكها في البايو.